مساء الخير، أهلا بيكم دايما في حلقة جديدة من حلقات برنامج هناء والناس. حلقتنا النهاردة غريبة شوية، هتبدأ بالأغنية بتاعت كوبليت الفنانة علي الحجار. افتكروها معايا ويا ترى هتعرفوها ولا لأ. العنكبوت عشش على الحيط والزحف على الغيط، وفتحت بابك للاستيراد وصرفت فوق ضعف إرادة. كل الحكاية حبة تخطيط وحبة تنشيط. نحللها مع بعض. العنكبوت عشش على الحيط. لا، هو العنكبوت ما عشش على الحيط ولا حاجة، ده مخك اللي اتحط فيه العنكبوت اللي معشش جواه. نيجي نرجع للطالب الجامعي. الطالب الجامعي من بعد ما بتخلص، سواء بمقبول او بجيد او جيد جدا او بجيد مرتفع، يقول لك لا، انا ما اشتغلش اي شغلانه، انا لازم اشتغل على مكتب، انا اهلي صرفوا عليا الشيء الفلاني، انا دخلت جامعات حكوميه ومتفوق، او دخلت جامعات خاصه بفلوسي وتصرف عليا دم قلبهم. انا بذاكر في الثانويه العامه لغايه ما جبت مجموع كبير، لازم اشتغل شغلانه تليق بيا، شغلانه كويسه، مكتب. كل خريج الجامعة عايز يجي يشتغل على مكتب. ابدأ من الصفر واتمرمط واشتغل عامل، وبعد كده عامل فني، وبعد كده اكبر، وبعد كده اكتسب خبرة، وبعد كده اشتغل لغاية مدير عام ولغاية نائب المصنع ولغاية رئيس المصنع. المشوار بيبتدي بألف ميل بالصفر. ابدأ من الصفر، ولو جت الشغلانة بتاعت المكتب اشتغلها، ما جاتش الشغلانة بتاعت المكتب انزل واتمرمط في الشارع، احسن ما تمد ايدك، احسن ما تقعد على القهوة وتقول هو النهاردة ما فيش شغل ليه، انا بدور على شغل مش لاقي شغل. احسن ما تقعد تلعب في الموبايل وتراسل البنت دي وتراسل البنت دي وتفهمها ان ابوك رجل اعمال الشيء الفلاني، وانك انت بتشتغل الشيء الفلاني، وان انت عندك شقة، وتلعب بقى على الواتس وتنزل صور ليك وصور باللبس ده وصور بالبدلة دي، وفي الاخر مخك انت اللي بتعشش فيه العنكبوت. فوق من العنكبوت وطلعه من دماغك. والبلد فيها شغل، ولو دورت هتلاقي شغل، ولو دورت هتشتغل. بص لزميلك خريج الجامعة، ما بصش لشهادته قد ما بص ان هو يجيب وظيفة كويسة، بص ان هو يجيب قرش كويس، بص ان هو يتمرمط. انت ما سمعتش عن شباب خريجين جامعة بيشتغلوا مشروعات عادية وبسيطة وبعد كده كبروا، ولما جات لهم شغلانة تانية تنقلوا من شغل إلى شغل؟ الشغل بيجيب شغل، لكن قعدة البيت ما بتجيبش شغل. ما تستعرش من أي شغلانة، أي شغلانة افتخر بيها. حتى لو انت دكتوراه في الجامعة وبتشتغل شغل يدوي وشغل عادي، برضو انك انت تفتخر بيه. أحسن ما تمد ايدك للاستيراد ونصرف فوق ضعف إرادتنا. بص شوف الصين بتصنع ايه وبتصدر لكل بلاد العالم، واللي واقفين عمالة بيشتغلوا على أعلى مستوى وعارفين لغات ومعاهم شهادات جامعية، لكن هم فكروا. احنا عايزين نحط ايدينا كلنا في ايدين بعض ونفكر ونشتغل ونبني، لان ايد لوحدها ما تسقفش. عشان ما نصرفش فوق ضعف ارادتنا، او عشان ما نقعدش نقول ده البلد ما فيهاش شغل. دور وهتلاقي شغل كتير، واسعى هتلاقي، والشغل هيجيب شغل. النهاردة اشتغلت عامل، بكرة هتشتغل مدير. ما تقلقش، السن قدامك والعمر قدامك والخبرة قدامك والحياة برضو قدامك، ومخك برضو قاعد نضيف وبيفكر وبيدرس وبيشتغل وبيعمل. سلام.